and stay the Android. Toggle and stay the Android. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. مساء جميل، مساء بيضحك على كل حبايبي ومتابعيني في مصر والوطن العربي. يا رب تكونوا دايما بخير. الناس اللي بتتفرج معانا على الفيديوهات يا رب ما تحرمش منكم، دايما ادعمونا باللايك من هنا، ولو انت اول مره تتفرج على القناه ما تنساش سبسكرايب، اشتراك من هنا، وكمان هتلاقي زرار الجرس جنب منه فعله عشان اي جديد فيديوهات ان شاء الله توصل لك اول باول وما يفوتكش حاجه من اللي بنقدمها. في البدايه احب اشكر بس الناس المحترمين اللي دايما منورنا بتعليقاتهم الجميله، استاذ ابو ادم، استاذ اشرف طاجن، استاذ محمد الفرماوي، استاذ وليد ابو همور. همور ده الراجل ده من الاردن، ما تحرمش منه. الراجل ده مشترك معانا جديد في القناه يا جماعه، معلش نقرا رسالته على السريع. انا وليد من الاردن، مشكور اخي على التطبيق، لكن يوجد عندي ملاحظه لحضرتك. شرحك واسلوبك مميز، بس يا ريت يكون في مونتاج الفيديو عشان ما يكونش طويل، وانا شدني اسلوبك واشتركت في قناتك ومني ليك الف. انا بجد انا ما اتحرمش منك، ومشكور جدا على ملحوظتك دي. معلش هو التطبيق بس اللي فات اللي كان احتجت ان انا اوضح فيه بعض النقط، هو اللي كان طويل فعلا، انا واتاسفت فيه. بس ان شاء الله كل فيديوهاتنا بتبقى قصيره 4 5 6 دقايق بالكتير، ما بتزيدش عن كده. بس على قد ما بقدر بحاول ان انا اشرح، لان في ناس بتسال استفسارات كتيره، معانا ناس جديده، بحاول ان انا اوصل لهم المعلومه على قد ما بقدر. وحبيبي انت نورت القناه وما تحرمش منك، ودايما مشرفنا في القناه. استاذ عبد الله الشبراوي، استاذ محمد رجب، استاذ احمد ياسر، استاذ احمد مجدي، استاذ عبد الرحمن حسين، استاذ مصطفى ناجي، استاذ عماد حواس، استاذ عبده فارس، استاذ علي جابر، استاذ حسن الجزار، استاذ تامر اسماعيل، استاذ محمد احمد حسبه، استاذ طارق مرسي، استاذ احمد حواس البوب اول وثاني ورابع. الناس دي على عيني كلهم، ما تحرمش منكم يا رب. النهارده هنخش على طول في الموضوع. النهارده ناس كتير طلبوا مني عايزين متصفح يطير معاهم على التليفون، لان المتصفحات اللي موجوده كلها مع سرعات النت البطيئه اللي معانا تحس ان احنا عاملين لا مؤاخذه زي السلحفه الذكر يعني، ونتايه كمان قول زي ما تقول. المهم النهارده ان شاء الله بامرك يا رب هتاخد متصفح بمعنى كلمه متصفح انت ما استخدمتوش قبل كده في حياتك، جديد عصري، ما يميزه السرعه اللي فوق الخيال اللي انت عمرك ما هتتخيلها. هوريك الدنيا ماشيه ازاي. ما تنسوش ان دايما كل روابطنا هتلاقوها تحت في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، اللي هو ده. هتتك على السهم ده كده هينزل لك الروابط دايما، اهو الرابط ده هتلاقيه على الاول على طول. واي مشكله هتقابلك في التحميل اتفضل في التعليقات، وان شاء الله هنتابع معاك. المتصفح بتاعنا يا جماعه هوريكم دنيته ماشيه ازاي، وان شاء الله كمان في الاخر في ميزه هتعجبكم قوي، وهقدم لكم تطبيق هيعجبكم جدا. تسريع بقى الفون كله كنت طبعا، لان احنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات قدمنا تسريع الفون كجهاز من حيث اللاج اللي بيحصل فيه والتعليق او التهنيج والكلام ده. هنكمل مع بعض، هنخش مع بعض على طول. دلوقتي بقى حبيت اجيب المتصفحين الشهيرين كروم واوبرا ضد المتصفح الصاروخ بتاعنا عشان نعرف قياس السرعه عليهم وتعرف دنيتك ماشيه ازاي. شوف كروم انت عشان تعرف تقيس السرعه عليه اكتب fast.com fast.com ويقيس لك السرعه. دلوقتي بيقيس السرعه، شوف 1.7 1.8 ميجا بايت في الثانيه. هل هيستقر على كده ولا ايه؟ استقر على كده 1.8 ميجا بايت في الثانيه. متصفح اوبرا نفس الوضع fast.com بيقيس دلوقتي قدامي 550 كيلو بايت في الثانيه، بيعلى وصل 1.7. هيستقر على كده ولا هيزيد؟ ادي احنا مع بعض هنشوف. المهم انا عايزكم تخلي بالكم من الكافر الصاروخ اللي جاي ده. شوفوا سرعته واصله ايه، مش هتلاقوا وجه مقارنه اساسا، لانه بيعتمد على السيرفرات الامريكيه العاليه السرعه. وصل 1.8. شوف الصاروخ بتاعنا بقى. انا هموت من الضحك والله. 380 ميجا بايت في الثانيه، 390 370 ميجا بايت في الثانيه. 370 ميجا بايت في الثانيه، مش محتاج اقولها مره واثنين وثلاثه. خدوا بقى الميزه الجامده بقى بتاعه التطبيق ده. لو انت راجل شاشتك مكسوره، شاشه التليفون بتاعتك مكسوره وفيها مناطق التاتش فيها مش شغال، المتصفح فيه باده زي الماوس كده، عارفين الماوس بتاعه الكمبيوتر، تقدر تحركها على الحتت اللي ممكن تحطها في المكان اللي شغال فيها التليفون او اللمس بتاع المنطقه بس اللي شغال فيها التاتش. حط فيها الباده دي وحرك ايديك اكنها ماوس، ولا اي مشكله، مش هتتاثر من اي حاجه ولا هتزعلك، شغاله قدامك زي الفل اهي.
وتطلع بالبادة وتقلب، وبص زي الفل زي الفل. السهم قدامك هناك اهو، تتك عليه، تتك على الخبر والدايرة وتطلع وتنزل عادي شغال زي الفل. منين؟ من الخيارات من تحت، اللي هو الخيار اللي في النص اللي هي البادة اللي تحت دي. انت مش عايز تستعملها، انت حر براحتك، الغيها افصلها اشتغل براحتك، مفيش اي مشكلة. المهم اللي عايز اقوله لكم، المتصفح ده اوعى تفرط فيه، لازم يكون على تليفونك. المتصفح ده بنسخة مدفوعة، نسخة برو. اوعى تحدثه، لو حدثته هيتلغي التهكير بتاعه، هيدخلك في نسخة مجانية مليانة اعلانات. هنخلص من ده ونخش على ازاي نزود السرعة في التليفون، سرعة النت بقى كاملة في التليفون، مش متصفح بقى. نخش على سرعة النت كاملة سواء فيس بقى او اي حاجة. هندي لك رابط اديك تطبيق، رابط التطبيق طبعا هتلاقيه موجود طبعا تحت في الوصف. زي ما انت شفت كده هنتك اكتيفيت، دلوقتي بيحاول يعمل لنا دي ان اس سيرفرز، خلاص بيعملها تيستنج. اول ما هيوصل لك يقول لك كونكتنج، زي ما انت شفت كده كونكتنج للدي ان اس سيرفر. وهتوديك خد بقى التطبيق برضو، كل الروابط دي هتكون موجودة تحت. ده تطبيق هيقيس سرعة النت عندك، اسمه سبيد دوت تيست او سبيد تيست. هنقيس سرعة النت دلوقتي واحنا متوصلين بالبرنامج. هيديك قد ايه السرعة، 1.94، 1.96، 1.94 ميجا بايت في الثانية، زي ما انتوا شايفين فوق اهوت. احفظوا الرقم ده كويس عشان لما هنرجع للتطبيق تاني وهرجع افصله، اللي هو بيعلي السرعة، هفصله وتشوفوا الفرق ما قبل وما بعد. نرجع تاني للتطبيق بتاعنا اهو، دي اكتيفيت، فصلته خلاص. ارجع تاني اوريكم السرعة وصلت فين في التطبيق من هنا. نخش بقى اهو قياس السرعة بعد ما كنا 1.94 ميجا بايت في الثانية. شوفوا هنوصل لحد فين. بيعمل كونكتنج اهوت اهو، بيقيس السرعة 21، 31. تنزل تطلع تاني 40، 41، 1.46، 1.47. ثبت عند 1.47 من لما كان التطبيق شغال كام؟ 1.94. حافظوا على التطبيقات دي، خلوها معاكم على طول، اساسيات في تليفونكم، ما تفرطوش فيها. اسف على الاطالة، فيديوهات جاية ان شاء الله احسن واحسن. لايك والشير والكومنت الحلو بتاعكم، ما تنسوناش، دعمكم وخليكم ورانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.